هناك حصار مفروض على مناطق إدارة ذاتية من قبل دول إقليمية، وحتى روسيا التي هي أيضا شريكة في تنامي حتى الإرهاب في المنطقة، عندما استخدمت حق الفيتو في مجلس الأمن لإغلاق معبر اليعروبية التي كانت تشكل الشريان الرئيسي لدخول المساعدات الإنسانية إلى مخيم الهول وباقي المخيمات. كون عندما قامت الجيش التركي باجتياح المنطقة في عام 2019 شكلت موجة نزوح جديدة من أهالي رأس العين وطل أبيض، وتم إنشاء المخيمات في إقليم الجزيرة وأيضا في منطقة الرقة. لذلك إغلاق معبر اليعروبية شكل عبء ثقيل على الإدارة الذاتية من حيث دخول المساعدات، وأيضا خروج العديد من المنظمات الإنسانية في المنطقة. لذلك ناشدنا نحن الجهات الدولية وبالأخص مجلس الأمن والأمم المتحدة بإعادة اتخاذ قرار جديد بفتح معبر اليعروبية الذي هي الشريان الرئيسي لدخول المساعدات إلى هذه المنطقة. يعني في المخيمات النظامية التي أنشأتها الإدارة الذاتية هي وعددها 16 مخيما تحوي 146 ألف شخص، قد تصل إلى 150 ألف، إلى جانب أيضا هناك العشرات من المخيمات العشوائية المنتشرة في رياف دير الزور والرقة والطبقة ومنبج، إلى جانب أيضا هناك العشرات الآلاف من النازحين الذين من مناطق عفرين تم إنشاء مخيمات ومراكز إيواء في منطقة الشهباء. وحسب الإحصائيات التي لدينا هناك أيضا مئات الآلاف الذين التجأوا من مناطق الصراع في الداخل السوري إلى مناطق إدارة ذاتية. يعني هناك عبء كبير من ناحية الوافدين والنازحين في المخيمات والمخيمات العشوائية على إدارة ذاتية، و يعني تجاهل المجتمع الدولي وبالأخص الأمم المتحدة معاناة النازحين وأيضا معاناة الإدارة الذاتية في تأمين المستلزمات الأساسية لهم. لا توجد آلية دخول مساعدات كون معبر اليعروبية مغلق، لكن المساعدات التي تأتي عبر مفوضية اللاجئين أو الأمم المتحدة تأتي عبر حكومة دمشق، كون تتعامل المفوضية مع حكومة دمشق، وهذه المساعدات ضئيلة جدا مقارنة مع الأعداد الكبيرة من النازحين الموجودين. إلى جانب هناك فساد في عملية حتى المسائل الإنسانية من قبل تلك الجهات في عدم إيصال هذه المساعدات. فقط الإدارة الذاتية وبعض المنظمات الغير حكومية والمحلية تقوم بتأمين هذه المساعدات للنازحين الموجودين في المخيمات.